والله الشيخ القرضاوي ولغيره المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء لهم فتاوى في هذا الأمر. يعني تقول في حالة الاحتياج الشديد وليس يعني المطلق، إذا كان الإنسان يحتاج إلى الدراسة ولا يجد وسيلة يدرس بها إلا هذا، فيمكن الحصول على هذا القرض، وخاصة في بعض البلاد تعطى هذه القروض ميسرة. فعندما ناقشنا بعض الطلاب في هذه المسألة نجد أنهم يعني الجهات التي تمنح هذه القروض ربما لا تحصل إلا على القليل من الرسوم الإدارية فقط، حتى القرض نفسه ربما لم تصل إليه. فإذا كان القرض بهذه الطريقة فهو قرض حسن. إذا كان القرض بنسبة قليلة جدا قدرها المجمع الفقهي بما لا يزيد عن 1.5 إلى 2% في العام، وليس في الشهر وليس في الأسبوع، في العام، وتكون فعلا رسوم إدارية، فهي حلال. أما إذا كانت أكثر من ذلك فالأمر هنا يرجع للمسلم نفسه. إذا كان يستطيع أن يتعلم بغير هذه القروض فهذا أولى، ويبحث عن تعليم حتى لو أقل يعني من تعليم الراقي هذا حد تعبيرهم، حتى ييسر الله له سبحانه وتعالى، أن الربا من أكبر الكبائر، وإذا أبيح فإنه يباح للضرورة أو للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة. أما شراء البيوت في الغرب فأمر مختلف فيه أيضا. كان مجمع البحوث الأوروبي للبحوث والإفتاء أفتى بالجواز المطلق في ذلك للحاجة التي نزلت بالناس، لكن لا نستطيع أن نقول أن الحاجة عامة. في ناس تستطيع أن تتملك بمالها، في ناس تستطيع أن تستأجر، في ناس أن تصبر فترة حتى تجمع ثمن هذا البيت. فيه مصارف يمكن حتى في المصارف غير الإسلامية أو البنوك الإسلامية تتعامل ببعض المعاملات الإسلامية، وهي محو للبركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فلا يستسهل الإنسان هذه المسألة ويعني يشتري البيت الفخم الضخم أو السيارة الفارهة، أو يتعلم في الجامعات العالمية الدولية بحجة أنه يعني هو محتاج لذلك، إلا إذا كان سيحصل علما معينا ينفع به الإسلام والمسلمين. وهذه أمر كل شيء يقدر بقدره، ولا تكون فيه فتوى عامة. والله تعالى أعلى وأعلم.